النهارده مش جاي اقول لك لو ما اشتريتش الكورس الفلاني مش هتجيب امتياز ولا هتعرف ترتب على الدفعه، ولا جاي اوترك واقول لك انك متاخر ولازم تبدا النهارده. انا جاي اقول لك على شويه نصايح بين واحد مر بنفس التجربه وسالت ناس كتير جدا ولكن محدش فادني بالصوره الكامله. فمن غير انترو يلا بينا نبدا على اول نصيحه. اول حاجه المفروض تعملها لو انت داخل كليه طبيه المفروض تخرج نفسك وتتفسح كتير جدا. ما تستغربش لان انت اول ما تدخل كليه طبيه وبالذات في الشهور الأولى بتكون الأصعب على الإطلاق. فأنت هتدخل مش هتلاقي وقت إنك تخرج نفسك فيه. فنصيحة أول حاجة تعملها وأنت لسه في الأجازة، تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها وتقعد مع أهلك وتستمتع بالأجازة. خطوة هنعملها هنبدأ نسمع كورس مصطلحات طبية، والكورسات كتيرة جدا على اليوتيوب مجانية بدون ما نذكر أسماء حد ومن غير ما تدفع في كورس مدفوع. في الخطوة ديّة هنبدأ نسمع الفيديو لأول مرة من غير ما نعمل أي حاجة ونركز في المصطلحات اللي بتتقال، وممكن بعد كده نبدأ نكتب المصطلحات في ورقة بالترجمة بتاعتها. والخطوة دي هتوفر علينا كتير جدًا في الكلية بنسبة تصل إلى 50%، هتسهل علينا الدنيا إن شاء الله. تالت حاجة تبدأ تسأل على نظام الدراسة في الكلية بتاعتك، وإيه المواد اللي بيدرسوها على الأقل في أول ترم، وهل في دكاترة بتشرح على اليوتيوب المواد بتاعتكم ولا لأ، وإيه المصادر اللي بيذاكروا منها، عشان تبدأ تفهم الدنيا بدري وما تضيعش أسبوع أو اتنين من وقت الدراسة أما تبدأ تفهم الدنيا. رابع حاجة تعملها وهي إنك تبدأ تجهز أي حاجة أنت محتاجها في الكلية بدري قبل ما تدخل، سواء بقى متعلقات شخصية أو أدوات كلية أو أي حاجة متعلقة بالسكن، عشان أنت في الشهور الأولى غالبا مش هتكون فاضي وما تعطلش نفسك عن المذاكرة. خامس حاجة هنجاوب عليها وهي كام سؤال بيكون في ذهن أي حد داخل كلية طبية. أول سؤال: هل آخد كورس إنجليزي عشان الدراسة هتكون كلها بالإنجليزي ولا لأ؟ الإجابة بكل تأكيد لأ، أنت مش هتحتاج كورس الإنجليزي عشان الدراسة، ممكن تبقى تاخده عشانك أنت بعدين، ويفضل يكونوا في السنوات الأخيرة. سؤال: هل أجيب هيكل عظمي أو جثة عشان أدرس عليها؟ بالتأكيد الإجابة لأ، لأن في حاليا تطبيقات كتير جدا بتغنيك عن كل ده. هل لو لقيت الدراسة في البداية صعبة عشان اللغة، هل أجيب كتب باللغة العربية أو أترجم الكتب كلها باللغة العربية؟ الإجابة بالتأكيد لأ، هو غالبا في الأول هتكون الدراسة صعبة على كله، ولكن إحنا بنتغلب على ده وإحنا بنذاكر الموضوع اللي إحنا بنذاكره. بنبدأ نترجم الكلمات بس اللي هي صعبة علينا ونكتب معناها فوق الكلمة. بعد ما بنخلص دراسة الموضوع اللي إحنا بنذاكره ده بنبدأ نقرأ الموضوع بالكامل، ومع الوقت أنت بتجمع حصيلة لغوية وبتتغلب على الموضوع ده وبتكون اللغة بالنسبة لك سهلة. رابع سؤال: هل لو المناهج كبيرة أبدأ بدري ولا لأ؟ بكل تأكيد ما تبدأش حتى لو المناهج كبيرة، تبدأ بس مع الكلية، لأن في الأول غالبا بيراعوا إن سنة أولى بتكون الدنيا معاهم صعبة في الأول، فالوقت بيكون كافي معاكم. وكده بيكون خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.